أول حاجة يريد أن يسمع صراخك، ويريد أن يرى إيمانك، ويريد أيضا أن يرى أعماقك. إذا توفروا الثلاثة دول هو عمله كطبيب كأنك بتستدعيه فورا، كأنك بتستدعيه. له رغبة يسمع صراخك بالرغم من عارفك مريض، سواء كنت مريض روحيا أو نفسيا أو جسديا، إنما تصرخ له علشان خلقك حر، احترم حريتك ولم يقيدك بشيء سوى الحرية فقط. لم يقيدنا الرب بحاجة في الأرض غير الحرية، فيسيبك تصرخ، يجي جنبك يشوف إيمانك في الصراخ، يشوف عمقك من خلال الصراخ، تلاقي حالتك عادت إلى الحالة الأولى في البر أو في القداسة أو في النقاوة وفي الصحة كمان الجسدية بترتيب منه. علشان كده الأعمى لما كان بيصرخ ربنا وقف جنبه، قال له ارحمني يا ابن داود. قال له أنا فعلا الطبيب اللي ممكن يرحمك ويشفيك، بس أنا عايز أتأكد من جوه هل في إيمان، هل في عمق. ليه عنده إيمان وعنده عمق فراح شفاه. والمرة نازفة الدم ما صرختش من بره، لكن فيها من جوه إيمان وفيها من جوه عمق، لدرجة إنه ربنا أظهر صراخها الداخلي من الخارج. قالت في نفسها لو لمست هد بثوبه أنا هشفى في الحال. المرأة الكنعانية كان عندها مرض، واللي حوالين المسيح عندهم مرض، والمسيح هو الطبيب الشافي للبشرية، طبيب الشافي. المرأة الكنعانية كان مرضها ايه؟ تقول له ابنتي مجنونة جدا وتصرخ. التلاميذ مش حاملين الصوت، قالوا له اصرفها خلصها، مش عايزين انزعاج. واللي حوالين المسيح عندهم مرض، انه الكنعانيين دول عبارة عن امميين، والامميين بالنسبة لليهود كلاب، مش اولاد ابراهيم، مش اولاد الملكوت، مش اولاد ربنا. فبقي مرض واحد منفوخ. انت مين؟ يقول له انا ابن فلان الفلاني، انا ابن ابراهيم. يعمل اي اعمال وابن ابراهيم، اعماله كلها تخلو من اعمال الناموس والحب، لكن النسب ابراهيم. فبقيت مشكلتين، مرضين موجودين امام الطبيب الشافي. ايه اللي بيعمله ربنا كطبيب؟ يداوي المرض بمرض باسلوبه الخاص. يمسك المرأة الكنعانية قال لها انت نجحتي في الصراخ، انت بتصرخي ناجحة، فنعمل لك اختبار ايمان واعمل لك اختبار اعماق. اختبار الايمان يقول لها لا يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. هي تقول له خد، والكلاب تأكل من الفتات الساقط. يقول لها كده الكلمة الصغيرة اللي طلعت منك دي هتكون علاج للناس اللي هم يهود اللي بينظروا ليكوا انتوا ككلاب، وتبقى العملية اتحلت. يقول لها عظيم هو ايمانك، ويبقى ده علاج لمرض موجود ومتفشي في اليهود، بيعالج. زي اقامة ابن ارملة نايين، ما كانتش رحمة من ربنا ان يقيم ابن الارملة، وما كانش عطف من ربنا انه امه لم تطلب، امه ما طلبتش. انما ايه اللي بيعمله ربنا الطبيب الشافي؟ قال البشرية عندها مرض الاذن التي لا تسمع، ومرض النقد، ومرض الادانة. ايه اللي هيعمله ربنا؟ قال انا هلمس النعش. فلمس النعش. اول ما لمس النعش يقول لنا الكتاب فوقف الحاملون اللي ماسين اللي شايلين النحش
اللي شايلينه وقفوا، فربنا قوم الابن. تعرفوا لما امه قعدت تفكر كده، يقول لنا القديس مار يعقوب السروجي في تفسير لطيف له، يقول المرأة أصيبت بذهول قبل ما يقيم المسيح ابنها. مش فاهمة، هي مش فاهمة ليه المسيح وقفها وما تعرفش حاجة عن المسيح. ليه وقفها المسيح؟ مش فاهمة ليه. ربما يكون في ديون على ابوه، ربما تكون عليه ديون. المسيح ميل عليها وقال لها شوفي، انا مش جاي اخد ديون، انما انا اساسا جاي اسدد ديون. اليهود والكتبة والكهنة ورؤساء الكهنة كلهم عندهم مرض. ايه المرض؟ عدم السماع. انا اخترت ابنك وهو ميت عشان لما امره ويسمع يكون علاج للناس اللي موجودين. يعني لما يقول له مثلا يا ايها الشاب لك اقول قم، ويبتدي الشاب يقوم، ده ميت وسمع، ده عار على الحي. انت وحي ما بتسمعش واللي ميت بيسمع، هو ده العلاج. طبيب عجيب في فكره، عجيب في علاجه، ويختار الوقت المناسب والاسلوب المناسب. انما مين اللي يستجيب؟ طبيب يسمع الصراخ، يرى الايمان، يرى الاعماق. قبل ما نيجي نصلي احنا ككهنة، وقبل ما نفك اللفايف في المذبح، بنقول لربنا عبارة صغيرة، بنقول له ايها الرب العارف قلب كل احد، القدوس المستريح في قدسيه. بنذكر ان احنا هنقف امامه كطبيب يعالجنا من امراضنا اللي شايفها. واخطر مرض لما يكون واحد مش عارف انه مريض، كاشف قلب كل احد. عندي مرض من جوه متفشي، عندي مرض ان انا عارف ناس كتير في اخطائهم وعيوبهم وما قدرتش اجيب مرضي. ده اكتر من السرطان في النفس. يسمع الصراخ، يرى ايمان، يرى اعماق، يبتدي يداوي. طب الناس اللي ممكن ما بيصرخوش ربنا بيستجيب لهم، يقول ربنا بيستجيب. موسى النبي بعد ما عبر البحر الاحمر، كل الشعب شاهد بعينيه ولمس العمق العميق، صار مسلك. المية تتحول لسور، المية تبقى يابس ويعبروا. وبعد ما يعبروا ويعدوا البر التاني، ينظروا كده بحنين للوراء، فيشوفوا فرعون ومركبات فرعون جايين، فيضطربوا، يمسكوا في رقبة موسى ويكلموا موسى كلام خطير جدا. موسى يبص عليهم كده ويقول لهم الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. الكتاب يقول لنا بعدها مباشرة فنادى الرب موسى وقال ما لك يا موسى تصرخ إلي؟ يا رب انت جبت الصرخة دي من فين؟ ده احنا ما قريناهاش في الكتاب. يقول اصله ايمانه واعماقه من جوه وصراخه اللي جوه انا شايفه. ده انا طبيب. ده الطبيب الماهر لما يجي يضرب المشرط يجيب الحتة بالظبط ويعرف على قد امكانياته، لكن ده هو الخالق والطبيب في نفس الوقت. فقال له ما لك تصرخ إلي؟ صرخة وصلت لأذن ربنا، فقال له خلاص يا موسى أنا هسندك. وفعلا سند موسى وقاد المسيرة. ده ربنا مش طبيب شافي لأجسادنا بس، زي ما الناس بيفرحوا بمعجزات بتحصل ويشهروها ويتكلموا عنها باستمرار، مش هدف ربنا يشفي جسد. مش ممكن يكون هدف ربنا يشفي جسد والموضوع انتهى. ده هدف ربنا من شفاء الجسد ان انا اتشعلق في ربنا واحب ربنا الحب الحقيقي. احب ربنا الحب الاصلي، مش حب المصالح
انه هيشفيني يبقى انا مبسوط، ما يشفينيش مفيش علاقة بيني وبينه. هو كطبيب شافي بيرى البشرية كلها كجسد واحد، من علوه الأقدس، من عرشه، من مسكنه، من حضنه غير المحصور في الحب، شايف البشر كلهم عبارة عن جسم واحد، وشايف ظروفهم وإمكانياتهم وضعفاتهم وإزاي الأرض تفشت فيهم من جوه، فبدأ يستخدم علاج في الأرض كطبيب. نستعجب على ربنا، أول عملية جراحية ربنا يعملها لأبونا آدم. آدم يخطئ، يعمل له عملية جراحية ويقول له أنت علاجك إنك تأكل عرق جبينك وتتعب عشان نردك مرة تانية لوضعك الصحي السليم في جوه في الفردوس. وبعدين يجي ربنا يقول ده البشرية بدت الخطية تنتشر فيها وتتفشى، ايه اللي هتعمله يا رب؟ يقول انا اعرف انه هستأصل اكبر جزء موجود في البشرية بالطوفان، فروح ربنا ينزل طوفان ويخلي قلب نقي طاهر بيحمل نوح واولاد نوح، وبكده ربنا بيسمح انه المستوى يطفو ويرتفع وبيعالج البشرية. يعني مش ناقم انما بيعالج. وبعد ما خرجوا من الفلك اللي المرض موجود متفشي، قال في نوع من الناس ما ينفعوش ابدا من البتر، ايه اللي هتعمله يا رب يا طبيب؟ قال انا اعرف نوع ما يجيش غير بالكوي. فعلا راح كوى سدوم وعمورة. قال في نوع تاني مش هيجي غير بالاقراص، يديهم شوية حبوب كده، حبوب مسكنة، حبوب مهدئة، حبوب منعشة. فبعت لهم البطاركة زي أبونا إبراهيم وزي أبونا إسحاق، بعت لنا أبونا يوسف العفيف، بعت لنا موسى النبي، بعت لنا يشوع، بعت لنا الكهنوت الهاروني، بعت لنا خيمة الاجتماع، بعت لنا إمكانيات كبيرة جدا كطبيب. إن الحالة تتغير مفيش. إيه اللي هتعمله؟ قال أنا قدرت أعمل، حاليا عملت كل ما يمكن عمل. قال أنا حاولت أربط البشرية بكل الأدوية اللي قال عنها القديس غرغوريوس، ربطني بكل الأدوية المؤدية للحياة، أعطيتني الناموس عونا واداني الوصايا، كل ده من أجل المرض. إنما محبة ربنا كطبيب نظر من علوه ولقي الحالة كلها محتاجة لعلاج. الدم فسد في الأرض لدرجة إنه البشرية كلها من هامة الرأس البطن القدم عبارة عن دم فاسد، دم فاسد. إيه اللي تعمله يا رب؟ قال أنا عارف سبب المرض. المرض ده سببه كبرياء في الأرض، مش قلب تعبان فيه وزن، فيه صمام مش بيشتغل، ولا صمام واسع وصمام بيضيق، ولا ودن ما بتسمعش، ولا عين ما بتشوفش. لا، ده موضوع أخطر من ده. ده أسهل حاجة الأمراض الجسدية. قال ده في مرض خطير متفشي وهو كبرياء القلب. ايه علاج الكبرياء؟ قال ما لهوش علاج غير ان انا انزل. ونزل ربنا من علوه الأقدس وصار كإنسان ومشي على الأرض كإنسان. قال أنا هرفع طبيعة البشر بطبيعتي وعالج مشكلة الكبرياء، ان انا انزل لهم وامشي على الأرض واصير إنسان، أتكلم، أقول، أصنع خير، أعرفهم الأبدية فيا، أعرفهم الحياة النقية، أعرفهم الحب، أعرفهم الصفاء. فنزل ربنا من علوه الأقدس كطبيب عشان يعالج المرض ذاته. وقد صار الرب مريض من أجلنا احنا، اعتبر نفسه مريض عشان يداوي البشرية. صار خاطئ عشان يصلب عوض الخطاة.
اتدفن علشان يحيي الأجساد المدفونة الميتة. طبيب نزل من علو الأقدس وبدأ يدخل في البشرية ويعالج. قال هي عايزة نقل دم. نقل الدم ده مش ممكن يجي غير بدمي أنا. وسفك دمه على خشبة الصليب ورفعنا وغيرنا احنا كلنا. ويمكن اللي فيكم بيسمع القسمة اللي بنقولها في القداس الإلهي: أنت الذي أصعدتنا من العمق إلى النور، أنت الذي أعطيتنا الحياة من الموت، أنت الذي أنعمت علينا بالحرية من العبودية، أنت الذي جعلت ظلمة الضلال التي فينا تضيء من قبل إتيان ابنك الوحيد بالجسد. هي معناها أنه هو الطبيب الشافي. جاي لك وانت مريض، جاي لك وانت ميت، جاي لك وانت مخلص مشطب، عمل لك عملية نقل الدم، نقل دم. يبقى ربنا لما بيجي يشفي انسان في جسده مش هدفه ان يشفيه جسديا، انما هدف ربنا في قلبه ان الانسان يتشعلق في ربنا اللي بيشفيه، فيحب ربنا حب لدرجة انه يقول له ان عشنا للرب نعيش وان متنا للرب نموت، ان عشنا وان متنا فللرب نحن. مش هدفه ان يشفيك وتحكي القصة، لا، هدفه ارقى من كده، انك تتشعلق في ربنا وتعرف امكانياته وتقول يا رب حيثما تسيرني اسير وكيفما تصيرني اصير. مش انا هزعل من المرض ولا هتعب من المرض ولا هزعل من الضيقة ومن التجربة والازمة اللي انت جايبها، مش اللي انا جايبها. في مرض بيجيبه انسان لنفسه، ما يقدرش يقول لربنا ليه عملت كده. في انسان يجيب لنفسه ضيقات وتجارب، ما يقدرش يقول لربنا ليه جبت لي ضيقات وتجارب. انما الانسان اللي هو ماشي في يد ربنا وذاق طعمه كطبيب يقول له ده انا مستعد لاي مرض، بس مستعد انك انت اللي تداوي وتشفي في الزمن المناسب، او تكلمني في الابدية برضو في الزمن المناسب عندك. نستعجب جدا لما نشوف انسان مريض جسديا اول ما يمرض يجري. ما تعرفش حتى بيجوا للاباء الكهنة قولوا لنا على دكتور، ادونا كارت عشان الدكتور فلان الفلاني موجود في الحتة الفلانية. مين جه علشان يقول اذكر فلان ده على المذبح، وتكون الطلبة دي صارخة من القلب ومن العمق عشان يتذكر على المذبح. ده كتير بيجوا بينسوا انهم مرضى روحية. ده الواحد بيشتهي ان يجي له واحد يقول له اذكر ابني تعبان روحيا. لا يمكن يجي واحد يقول تعبان روحيا، اللي عينه تعبانة واللي مش قادر يفرد ظهره واللي رجله واللي عنده ضيقة مادية، لكن يجي واحد يقول انا حالتي الروحية تعبانة وتستدعي ذكري على المذبح او التصاقي بالرب. ضنين اللي بيذكر كده. انا هسألكم سؤال وانتوا تجاوبوه من جوه. لما الانسان يكون مريض جسديا وربنا يشفيه سواء بصراخه او ايمانه او اعماقه، بعد ما يشفيه مش هيقضي زمان حياته على الارض في فترة زمنية وتنتهي، ولا يعيش برضه؟ هينتهي. فاذا كان هينتهي فليه ما تكونش طلبته ملكوت الله وبره اولا؟ ليه ما تكونش الطلبة اليتيمة اللي نطلبها دايما ملكوت الله اولا وملكوت الله الساكن فينا من جوه؟ ده الشيخ الروحاني يقول لربنا اعطنا يا رب ان ندخل بك الى هيكل انفسنا فنراك يا ذخيرة الحياة المخفية. بس ندخل بيك انت ونشوفك انت فينا احنا، ندخل جوه نلاقيك انت معانا. لما الانسان هياخد فترة من الزمن وربنا بيشفيه ويتحلل الجسد الى تراب وتعود حياته، تعود طبيعته الى الطبيعة الاولى اللي هي التراب، يجب انه يتمتع في زمان حياته على الارض بالعشرة الطويلة التي لا تنتهي بالطبيب الشافي. طبيب نفوسنا واجسادنا وارواحنا بيتقدم في هذا اليوم ويمد يمينه
ويطرق على كل قلب وله رغبة انه يعمل في النفس من جوه. ده له رغبة يعمل في النفس من اجل شفاء النفس المريضة، عايز يشفي الناس المرضى. انت ضع ذاتك تحت قدمي الرب وتفنن ازاي تاخد ربنا كطبيب شافي. ان كل الناس اللي شفاهم ربنا كان عندهم فنون لا تتصف. مرة نازفة دم تدبر خطة في ذهنها ازاي تلمس هد بثوبه والقضية من جوه شغالة وهو طبيب شافي يشفي. مرة كنعانية بنتها مجنونة تقول له احتمل ان انا اكون كلبة بس تشفي لي بنتي ويشفي. زكى عنده مرض روحي، انسان طماع بيحب الارض، لكن بدت مشاعره تحركه انه يريد ان يرى يسوع، فبدأ يتشعلق كده ونسي نفسه انه راجل كبير. ربنا يقول له تعالى انا هشفيك وهدخل بيتك وخلصك وخلص البيت من الامراض. اللص اليمين شعر انه امام قوة جبارة، الفرصة. اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. موسى الاسود شعر انه انسان مريض وشعر انه لم يشبع من الخطية، اشتهى وداء الشهوة وكل من الشهوة ومريض، قوي في جسده، قوي في عصبيته، سارق. ولما كلم ربنا اللي ما بيعرفوش ايها الاله الذي يعتبر الشمس، يعني الاله الذي لا اعرفه عرفني ذاتك. ربنا يقول له تعالى انا اشفيك، ويصير قوي في ايمانه وفي عبادته، بل يكون طبيب لمرضى الروح. مين اللي قال لنا الجأ بنفسك الى الله فتستريح زي الانبا موسى؟ مفيش، لانه ذاق طعم ربنا الطبيب وكلم ربنا كمريض. اخطر حاجة بالنسبة للانسان انه يشعر انه مش مريض روحيا، ولما يتشك بالابرة يجري شمال ويمين ويركب مواصلات وطيارات يمكن عشان يتعالج. لا، عندك امكانيات من جوه واشكره عليها. عندك يمكن مرض روحي طالب ان ربنا يدخل كده بكامله بقوته بقدرته ويشفيك من مرضك الروحي. ايه مرضنا الروحي؟ مرضنا ان ربنا مش ساكن جوه. ما ربنا لما يكون ساكن جوه في نعم، ولما يكون ساكن جوه هيعطيك نعمة. النعمة انك انت ترى حب ربنا ليك وتشكر ربنا على جميع اوضاع حياتك. مش تطلب المزيد من الخيارات، ان انت تشكره على الكثير من الخيارات وتشكره ايضا على الضيقات اللي بتمر بيها. ولا تهاب انسان ولا تخاف من بشر، وتشعر انك دايما في سمو، انسان ارقى من الارض ماشي فوق. ايه اللي خلى اغسطينوس اللي كان ساقط في الزنا وعنده ابن يمكن 11 سنة ان يدوق طعم ربنا ويقول له نفسي حزينة جدا جدا لاني عرفتك متأخر؟ نفسي حزينة. واللي خلاه يقول ما اسعد من يعرفك ايها الرب الاله وان كان يجهل كل شيء، وما اشقى من يعلم كل شيء ولا يعرفك ايها الرب الاله. واللي خلى اغسطينوس يقول اعطني يا رب ان اعرفك كما تعرفني انت. اعطني ان اعرفك. قالها امتى؟ قالها ما بعد ما داق من جوه مرض وشعر انه زاني وساقط. قال له انا عايز اعرفك وعلاجي فيك، بدليل انه بيقول له اعطني ان اعرفك كما تعرفني انت يا قوام روحي. ادخل روحي، اصلحها على هواك. اصلحها على هواك معناها مش همشي بمزاجي، همشي بيك انت. اصلحها على هواك، نقها من كل دنس، اجعل فيها مسكنك وخذها بجملتها اليك. هي دي راحتي. نطلب كلنا من الطبيب الشافي ان يدخل جوه والحجرات المظلمة ينورها، يدخل جوه الحجرات الخربانة يعمرها، الحجرات اللي هي خالية يملاها بالحب وبالاتضاع بالرحمة بالرقة بالوداعة وباللطف،
يدخل جوه ويربطنا كلنا برباط الحب الصادق الأمين، ونهتف كلنا إنه قلب نقي أعطنا يا رب، له كل مجد وكل إكرام إلى أبد الأبدين.